أهلا بكم. أهلا بكل مشاهدي قناة مباشر مع حنفي، وحكاية جديدة من حكايات مستخبية. حكايات تحمل بين جوانبها أسرار عميقة، حكايات بتقابلنا كل يوم في كل شارع، داخل كل بيت، خلف كل باب، وعيون تخفي أسرارها، أسرار ستكشف وأخرى ستبقى طي الكتمان. حكايات مستخبية مع حنفي السيد. تعالوا نشوف حكاية النهاردة ونشوف ازاي صاحبها سطرها وكده. ما احنا قلنا يا جماعة جوانا بلاوي كتير وجوانا حكايات كتير. في حكايات ما بتنيمناش، دايما بتعذبنا، ودايما بنقول ازاي عملنا كده، بنندم، لكن دايما ندمنا مش هيجيب فايدة، لانه مش هيرجع اللي راح. هو احنا بنندم لما نندم عن حاجة عملناها، ممكن الأيام ترجع عشان ما نعملهاش؟ للأسف بنكون عملناها، ومهما نبكي ومهما نعذب نفسنا هتفضل تأنبنا وهتفضل تؤرق مضاجعنا، ومش هنقدر ننساها لأنها اتحفرت جوانا. ويا ريت اللي حفر واحد غريب، ده احنا اللي بإيدينا بنشوه حياتنا وبنشوه حكاياتنا، وبتفضل مرسومة جوانا زي ما يكون عذاب لينا العمر كله. تعال نشوف قصة الأخ ده، الأخ اللي هنسميها عاصم أو محمد أو أحمد. ما احنا قلنا حكايتنا اللي هنقول فيها أسامي حقيقية ولا حتى هنذكر فيها محافظة أو البلد اللي تم فيها أو تمت فيها الحكاية، هنسميها عاصم. عاصم ليه أخ هنسميه محمد، أيا كانت الأسامي. واحد مجتهد وشاطر وذكي وماشي على الصراط المستقيم، والأخ الكبير فاسد، وزي ما نقول كده استغفر الله العظيم ملعون. ما هو الظهر اللي بيجيب ده ممكن يجيب ده، واحنا قلنا الأولاد رزق، الأولاد رزق. ممكن يجي لك واحد يخليك تكره اليوم اللي جه فيه. يعني زي الأغنية اللي بتقول ساعات بيجي لنا ولد وبنقول يا ريته ما كانت ولد، وساعات يجي لنا ولد نحمد ربنا ونقول يا ريته كان ليه أخ واتنين وتلاتة اتولد. وسبحان الله ممكن فعلا يكون الأب فاسد والأم فاسدة ويطلع الولد صالح، وممكن يكون الأب صالح والأم صالحة ويطلع الولد فاسد. أرزاق، زي ربنا بيكتب للواحد العمر وشقي أو سعيد وغني ولا فقير، بيكتب له برضه في ولاده السعادة ولا الشقاء. ممكن الولد يكون بر بيك جدا، وممكن يكون الولد عقلي جدا، وسبحان الله أرزاق. كل حاجة ربنا بيديرها بحكمته. عاصم واحمد الاتنين اخوات، لكن واحد فاسد الكبير والتاني في الثانوية العامة مؤدب ومهتم جدا بمستقبله. والأب والأم عايشين مع الولدين دول، بس الأب والأم عشان كبار في السن قاعدين في الدور التحتاني وبانيين شقة وفرشينها برضه. فالأولاد الاتنين علشان صوتهم العالي ويحب يسمعوا أغاني ويحبوا والأب والأم مشغلين قرآن على طول. ما أنا بقول لكم يا جماعة، يخلق من ظهر الفاسد عالم، وأحيانا يخلق من ظهر الطيب اللي بيسمع قرآن كريم فاسد. دنيا غريبة. وشوفنا مشايخ كتار وأشهر مشايخ في قراءة القرآن طلعت بنتهم بتغني. فدي ملهاش دعوة يا جماعة، دي أرزاق بتاعت ربنا. الأب والأم مرهمش غير مشغلين إذاعة القرآن الكريم أو قناة اقرأ كل ليل ونهار قرآن، فالعيال مش مستريحين، فقاعدين في الشقة هما الاتنين اللي فوق مشغلين أغاني ومسلطين ومية مية. الأخ الكبير كان بيجيب أصحابه يسهروا معاه قعدة الأنس حشيش، ويقعدوا يلفوا ويشيشوا للكل. الأخ التاني بتاع الثانوية العامة قاعد يذاكر ومحافظ على تفوقه ونفسه يدخل كلية من كليات القمة. عاصم دايما بيسخر منه ودايما يقول له انت مراكش غير المذاكرة، هم اللي معاهم بكالوريوسات ولا ليسانسات عملوا ايه؟ ما انا اخوك اهو، ما انا واخد زيك شهاد واديني قاعد اهو، عملت بيها حاجة؟ ابوك اللي بيصرف عليا وانا لاقي شغل. قال له ما انت لو تسيب ده وتقوم الصبح تدور على شغل هتساعد ابوك، وفي نفس الوقت هتبقى حتى انت معاك وظيفة. قال له وظيفة اشتغل ايه؟ ما فيش وظيفة حكومة. قال له اشتغل في اي حاجة. قال له لا ما اشتغلش في اي حاجة، هو انا كنت بتعلم 16 سنة عشان اشتغل صنايع ولا اشتغل في سوبر ماركت ولا اقعد على كيس؟ لا طبعا.
المهم دخل الواد الكبير مرة على اخوه الصغير، لقاه مولع سيجار. قال له هو يا عم ابتديت تسيب مذاكرة؟ قال له لا والله. انتوا عارفين العيال في سن المراهقة 15 16 17 سنة بيبقى سن مراهقة، الواد في الثانوية العامة وواد كويس وبيذاكر ومحافظ على فروضه وكل حاجة، بس اخوه لقاه مرة بيدخل لقاه بيشرب سيجار. قال له بتشرب سيجارة؟ ما انت صايع وعامل فيها شيخ، بكرة بعد تيجي تقعد معانا وتشرب وتحشش كمان. قال له بعد الشر علي. المهم يجي في يوم من الايام الولد بيذاكر، طلع لقى اخوه وخمسة ستة قاعدين يحشش. قال اللي بتعملوا ده؟ قال له يا عم انت قاعد تذاكر، احنا قاعدين هنا بقالنا 4 ساعات وانت قاعد جوه، خد يا عم 10 يقعد معانا. قال لهم لا والله العظيم عليا اليمين تقعد معانا. فالواد الصغير راح قعد معاه، خد النفسين. الواد ملوش في الكلام ده للاسف، اخوه ضغط عليه وقعدوا يتنمروا عليه، يا دي انت راجل، يا دي انت مال. راح ابتدى ياخد النفسين، نفسين في نفسين بقى الواد اهمل في دراسته. ومين اللي وزه على كده؟ اخوه الكبير عاصم. نفسين في نفسين الواد بقى كل يوم يقعد يشرب معاه، لدرجة ان اخوه كان بيبعته هو اللي يشتري له الصنف، والواد ساب الدراسة وساب بعد ما كان متفوق بقى يقول لك يعني هم اللي اتعلموا وعملوا ايه. ما هي الصاحب ساحب، وعشان كده بنقول لكل اب وكل ام خلوا بالكم من ولادكم، انتم مربينهم كويس صح، بس انت عارفة او انت عارف صاحب ابنك مين، صاحبة بنتك مين. مهما تكون بنتك مؤدبة، مجرد ما تصاحب واحدة مش كويسة بنتك بتتأثر بيها. وسبحان الله الصالح ما يصلحش فاسد. يعني لو بنتك مؤدبة وصاحبت على واحدة عفوا شمال، استحالة بنتك تقدر تغير الشمال دي، لكن من السهل جدا الشمال تغير بنتك كويسة. سبحان الله. يعني الصالح ما يعدلش فاسد، لكن الفاسد يفسد صالح. غريبة. الواد ابتدى هو اللي بيشتري، وابتدى هو اللي بيقعد القعدة، وهو اللي بيجهز الجلسات، وهو اللي بيجهز الشيش. وأصبح الواد بعد ما كان متفوق وكلهم بيقولوا عليه يبقى دكتور، الواد وعاصم نفسه كان بيحس بتأنيب ضمير. قوم يا ابني ذاكر، يا ابني أبوك لو سقطت هيقول ده كان كويس يا ابني. ابتدى يحس بتأنيب الضمير. لكن قعدة الفرفشة الواد خلاص اتعود عليها وبيعمل دماغ، لغايه ما في يوم من الايام واحد من الشله الزفت دي جاب حاجه اسمها شابو. الشابو ده تقدر تقول عليه ان هو ايه، اشد واعنف من الهيروين، اللي بيخلي الواحد ينتفض كده وعامل زي المتقهر. عذاب. الشابو ده بيشتغل على المخ، بيحرقه. عارف لما بتجيب حاجه، لو شفتوا انتوا فيديوهات بتاعت العيال اللي بياخدوا شابو بيبقى في الشارع زي المجانين، بيقعوا على الارض وينتفضوا زي ما يكون حد بتكهربه. وكله كان قاعد بياخد وكله مش عارف ايه. الواد الصغير ملوش في الكلام ده، لكن حب الاستطلاع. ما هو جرب الحشيش وجرب اللف وجرب الشيشه وجرب الكتم، فشاف الشابو. لكن اخوه ما كانش بيديله، لغايه ما في يوم من الايام وهم قاعدين في البيت جه تليفون: الحاج عاصم اخوك تعبان في المستشفى. جري على المستشفى عاصم، لقى اخوه الدكتور طالع بيقول لك الولد خد جرعه شابو كبيره وهو حاليا في العنايه المركزه، ادعوا له ان ربنا يكتب له عمر جديد. عاصم لطم، ده انا اللي دخلت له الاوضه، انا اللي حلفت عليه يقعد معانا، انا اللي خليت اصحابي يجيبوه، انا اللي وصلته لكده، الواد ده كان هيبقى دكتور. ابتدى يبكي ويقول يا رب اعهدك لو طلع منها اخويا سليم والله ما هدخل حد ولا هشرب حتى السيجاره هبطلها. لكن كان فات الاوان، يومين ومات الاخ. وعاصم دلوقتي بيقول لي اعمل ايه؟ انا اللي خدت اخويا من ايده لقبره، انا اللي خليته ساب كتابه ومسك سيجارته، انا اللي خليته يسيب مستقبله ويبحث عن اخرته، بدل ما دخله كليته خليته يدخل قبره ومدفنه. انا يا استاذ حنفي موت اخوي، انا كنت بغير منه لما القى الناس كلها بتشكر فيه، كنت بغير منه ان يقول اخوك الصغير هيبقى دكتور، والله كنت بغير منه عشان جدع وناصح وعارف مستقبله. بس والله يوم ما شدته للحشيش كان قصدي ان هو يوم يفرفش فيه، هو اللي حب الموضوع وهو اللي حب يقعد يشيش ويشرب ويعمل. لكن انا والله العظيم عمري ما خدت الشاب، وكان هم اللي بيشربوه قدام، لكن عمري ما كنت متوقع ان اخويا يوصل بيه ان هو ياخد الشاب من وراي. انا يا استاذ حنفي ده مش عارف اعيش، للاسف انا اللي موت اخويا بايدي.
ما اقدرش اقول لابويا ولا اقدر اقول لامي ان انا اللي دفنت اخويا المتفوق الشاطر اللي كان في يوم من الايام هيلبس البلطو الابيض. فرحة عمر ابويا وامي اللي كانوا بيقولوا ربنا رزقنا بالواد اخوك الصغير علشان هو اللي ياخد بايدنا لما نكبر. اهم دلوقتي يا استاذ حنفي مش لاقيين حد غيري انا، وانا اللي ضميري هيموتني ومش عارف اعمل ايه في حكايه المستخبيه يا استاذ. حكايه مش قادر ازعق واقول يا ناس انا اللي قتلت اخويا بايدي، انا اللي دخلته الزفت ده وانا اللي عرفته طريقه. انا دلوقتي يا اصحابي يا ريتني كنت انا اللي مت، لو انا اللي مت كنت استريحت، لكن الشاب الكويس الصالح هو اللي مات. واللي موته مين؟ انا وشلتي اللي دلوقتي جايين يشربوا عندي تاني ويقولوا يا عم خلاص الميت ابقى من الحي ابقى من الميت. طردتهم من بيتي وقلت لهم انتوا اللي حلفتوا على اخويا وانتوا اللي شجعتوني ان انا ادمر اخويا واموته. يقول لك الاعمار بيد الله، ايوه الاعمار بيد الله، بس الواد ما كانش ليه في الكلام ده. ده هو مره واحده لقيته بيشرب سيجار من نفسه زي اي عيل مراهق، استغليتها وعملت قلت انت راجل وتعالى واقعد معانا، وزي ما شربت السيجاره تعالى جرب الشيشه. انا اللي اقنعته وانا اللي اغريته وانا اللي موتته وانا اللي دفنته وانا اللي قضيت على مستقبله وانا اللي عايش وهو اللي مات. يا ريتني كنت انا اللي مت واخويا هو اللي عايش. دي الحكايه اللي سطرها الاخ الكبير في حكايته المستخبيه اللي مش قادر يحكيها. تعال نشوف هو كتبها ازاي وازاي صاغها. السلام عليكم يا استاذ حنفي، انا اسمي عاصم، عندي 32 سنه. معلش لا ده اسمي ولا ده سني، بس قلتهم عشان تعرف سيادتك تسرد القصة. أنا هبتدي قصتي وأقول لك أنا دمرت أخويا الصغير. أيوة يا أستاذ حنفي أنا اللي موتته كمان، وكنت سبب كبير. مش سبب كبير، أنا كنت السبب الوحيد إنه يموت. أيوة والله العظيم أنا اللي قتلته، وعايش بعقدة الذنب دي ومش عارف أخلص منها. مش عارف أخلص منها إزاي؟ زمان أخويا ده كان في الثانوية العامة وانا كنت شاب صايع ضايع. خلصت دراستي وما فيش شغل، قعدت في البيت. ربنا بلاني بشلة سوء، بشرب حشيش وبرشام والدنيا معايا زي الفل. وكنا عايشين في بيت ابويا دورين، بابا وماما وراهمش غير القرآن الكريم في الدور الاولاني، وانا واخويا في الدور اللي فوق. وكانت القعدة دي مكنة حلوة طبعا لأصحابي يسهروا معايا ونشرب ونتبسط براحتنا، ناخد برشام نحشش نشرب شيشة. بس كنت خايف دايما من أخويا الصغير، أحسن يقول لبابا وماما، ما هو بيقعد ويشوفنا. تخيل يا أستاذ حنفي الشيطان الملعون خلاني رحت لأخويا وقلت له تعالى يا اشرب معانا، انا شفت معاك سجاير قبل كده. قال لي بصراحه انا شربت مره. قلت له طب انا هروح اقول لبابا وماما واقول لهم كمان انك بتشرب حشيش معايا. قال لي والله ما بشرب انا الحاجات دي. كنت بهزر معاه والله يا استاذ حنفي، بس لقيت الواد خاف ووشه اصفر. هتقول لبابا وماما ايه؟ انا عمري ما خدت حشيش، ده هي سجاره واحده شربتها والله. اخويا كان طيب قوي على نياته، لكن انت واصحابك بتدخلوا الاوضه وعمري ما قعدت معاكم، حرام عليك تقول لبابا وماما كده هيزعلوا مني. انا عايز يا عم اجيب 90% وادخل كليه الطب. المهم قعدت اضحك معاه واقول له ما انا عارف، بس تعالى اقعد معانا اتبسط شويه وسيبك من المذاكره، انت بقالك 7 ساعات قاعد تذاكر يا ابني، خد راحه شويه. انت مش صغير وانا مش هقول لبابا ولا انت كمان هتقول لبابا ان انا بشرب حشيش انا واصحابي. وفعلا قعدته معانا بالعافيه ومديت له ايدي باول سيجاره حشيش وشرب، وبعد كده عطوا نفسين جوزه برضه بحشيش وشرب. وطبعا كان مسخره، اول مره يشرب في حياته، وقعد يتمطوح واصحابي قعدوا يضحكوا عليه وانا بضحك عليه. وفضلت على هذا الوضع كام قعدة، لقيته هو اللي بيجي بعد كده وبيشرب معانا لحد ما فشل في دراسته ومبقاش يذاكر. وحد من أصحابي من كتر ما هو دخل في الموضوع بقى أصحابي بيخلوه هو اللي بيقعد كمان يشتري لهم وهو اللي بيجهز القعدة المهببة دي. أنا اللي دخلته بإيدي يا أستاذ حنفي في الموضوع ده، لحد ما في يوم جالنا تليفون الحق أخوك في المستشفى. رحت أجري أنا وبابا وواحد من أولاد عمي، ولقيت كم واحد من أصحابه الشلة الزفت اللي عرفته عليهم كانوا معاه هناك. إيه يا جماعة خير؟ إيه اللي حصل؟ ما حدش راضي يرد علينا. إحنا ما بنشربش في النهار، إحنا بنشرب في الليل. لكن لقيت الشلة دي مع أخويا بيعملوه في النهار، أكيد كان عند حد منهم بيحششوا في النهار. لحد ما دخلنا الدكتور وبلغنا إن أخوك في العناية المركزة وإنه واخد حاجة اسمها شاب. وجابها منين؟ بصيت لاصحابي وكلهم بصوا وحطوا عينيهم في الارض. تصدق يا استاذ حنفي كانوا بيجربوا في اخويا، هم خافوا ياخدوه وفضلوا يشجعوا اخويا عشان صغير وخلوه هو اللي بدأ بالشاب. وابويا كان مستغرب، ابني انا؟
بياخد شابه حشيش ويبصلي، ده اخوه الصايع ده ما بياخدهاش، اخوه الصايع الضايع ده بيشرب حشيش واحنا عارفين، لكن ابنه الصغير عمره ما شرب سيجار. بعدها بساعات لقيت الدكتور بيقول لي على فكرة اخوك مات. احساس لا يمكن اعرفه او اوصفه او اكتبه او اي حاجة يا استاذ حنان. اخويا اللي ماليش غيره، صاحبي وحبيبي، اللي كان كل ليلة بننكف مع بعض ونعمل كل حاجة سواء بسواء ونرد على بعضينا، يموت وانا السبب، انا اللي قتلته. انا عارف ان حضرتك ممكن تقول عليا ان انا قاتل، ايوه انا قاتل، انا مش هتكسف، انا قتلت اخوي، بس والله يا استاذ مهما اكتب مش عارف اكتبها ازاي. انا بكتبها وانا بعيط، قلبي بيتقطع على حبيبي واخويا وحته من قلبي، وحزين على امي اللي انكسرت وابويا اللي ما بطلش بكى عليه. انا بكتبها يمكن عشان ارتاح لما حد يعرف موضوعي، ويمكن عشان ما حدش يغلط غلطتي. عموما دي حكايه المستخبيه يا استاذ حنفي، اشكرك. انا قلت لكم قبل كده يا جماعه، كلنا كل واحد يحب نفسه احسن من التاني. انا عايز اكون احسن واحد في الدنيا، واللي قدامي عايز يكون احسن واحد في الدنيا، ومفيش حد بيحب ان يكون حد احسن منه ابدا ابدا. حتى الاخوات لما واحد يكون شاطر واخوه التاني ضعيف، الاخ ده بيكره اخوه ده، مش بيكرهه الكره، لا بيغير منه، نفسه انه يكون اخوه زيه، مش نفسه يكون هو زي اخوه. هو مش عايز يذاكر، بس نفسه اخوه هو اللي يبطل مذاكره عشان يبقى زيه. اهو بيشرب حشيش، كان غيران من اخوه المتفوق الشاطر اللي كان بيقول له سيبني عشان اجيب 90% وادخل طب. قال له انت ذاكرت 7 ساعات، اقعد معانا يا اخي، اقعد 5 دقايق وقوم، روح عن نفسك كده، خد السيجاره دي هتروقك تخليك تذاكر. مره في الثانيه خلاص بقى له عيبه القعده، وهو اللي بيجهز وهو اللي بيعمل. بعد كده اصحاب اخوه حبوا يجربوا الشاب، عطوه هو الاول، ما تحملش، مات. يا ترى دلوقتي تقول في التعليقات مين اللي موته، اصحابه ولا اخوه؟ طب الحكايه دي ممكن ينساها في يوم من الايام؟ ممكن ينسى اخوه اللي قتله؟ واحد يقول لك هو ما قتلوش، لا هو اللي قتله. انا ما بحبش اقول رايي في حكايه مستخبيه، بس الحكايه دي صعبه قوي ان احنا نطبطب عليه. قتل اخوه الصغير اللي كان المستقبل بيحلم بيه انه يكون طبيب. في اخ يقدم لاخوه سيجاره حشيش؟ في اخ يقدم لاخوه يقول له خد نفسين روق عن نفسك عشان تعرف تذاكر؟ في اخ يعرف اخوه على شله الصيع؟ يا جماعه ده لما الواحد بيكون ليه شله الصيع وليه اخت، لو واحد من الصيع دول قال له انا عايز اخد اختك ما يرضاش، رغم صاحبه وحبيبه وهم كلهم شله واحده، يقول لا ما خليش اختي تاخد الصيع ده. قوم انا اعرف اخويا على شباب صيعه وانا عارف ان اخويا ملوش وخام وما فلوش غير في المذاكره، اسلم وتسليم اهالي لاصحابي ما يكتفوش بالحشيش ولا بالترامادول، يدوله شابه. انا اللي قتلت اخويا، انا اللي قضيت على مستقبله، انا اللي بكيت ابويا وحطمت قلب امي لما ضحيت باخويا وسلمته لشله السوق اللي انا كنت مصاحبه. وشله السوق ما عندهمش لا رحمه ولا قلب، يوم ما جابوا الشابو عطوه لاخويا وشافوه بيموت قدامهم، لا بقوا على العشره ولا على صاحبهم اللي هو قال، وضحوا باخوي. ادي الاصحاب اللي انا كنت بدخلهم بيتي وعرفتهم على اخوي ووكلتهم عيش وملح علشان نقدر نشيش ونحشش، وفي النهايه يكون جزائي يموتوا اخوي. بس مش هما اللي موتوهم، انا اللي بايديا سلمته ليهم علشان يموتوه. وادي حكايتنا النهارده. يا ترى نقدر نقول للاخ ده ايه؟ حكايه كئيبه، حكايه حزينه. طب يا ترى بكره هيكون مخبي لنا ايه؟ وايه الحكايه اللي ممكن بكره نقولها وصاحبها يسطرها ويحكيها؟ اكيد مأساة جديده، لان البرنامج اصلا اسمه حكايات مستخبيه، وما دام مستخبيه تبقى الام وظلام وهباب، لانه من جوه محدش يعرفه، لانها حكايه مستخبيه. اشكرك.